الزراعة هي سبب استقرار الإنسان وقيام أعرق الحضارة، وعماد الزراعة هو الفلاح. والآن مع مشكلات الفلاح ولقاء يجري خالد صلاح ومحمد سامي. جمهوري العزيز، الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية، والفلاح عصب وعمود فقري للغذاء في مصر، ولكنه يعاني والضغوط تسير عليه مما يدفع الأكل مهنته. واليوم نلتقي مع فلاح مصري للتعرف على أهم المشكلات التي تقابله، والنهارده هنتعرف عليه. إيه مشكلتك؟ مشكلة الزراعة شجار الكيماوي والسماد غاليين أوي يا بيه، أعمل إيه؟ ده أنا مش لاقي آكل. طب ما عندك الجمعية الزراعية؟ رحت يا بيه صرفوا لي 3 شكاير، وأنا أرضي محتاجة كتير. أروح السوق السوداء، ده أنا مش لاقي آكل. شيء أجيب شوية المواشي يجوا يحشوا في الأرض. طب وعندك مشاكل تانية؟ ده أنا عندي مشاكل مرطرطة. أقول لك إيه ولا إيه؟ قول لي أهمهم. أهمهم هي المية. المية يا بيه سر الحياة. كانوا بيقولوا إن المية نقطة مية تساوي حياة. ده إحنا المية عندنا بتفضل قطعة، ولما بتيجي بتبقى طينة ما بنعرفش نعمل بيها حاجة. ولو مؤاخذة اللي عنده بهيمة بيجي ينضفها في الدلع، هنعمل إيه؟ وبيرموا الزبالة. يعني أنت مش عارف إن المية هتلف وتجعلك هتموت. نشكرك وبنوجه من هنا صرخة، ونتمنى يكون في حل مشكلة عبد الحميد وجميع مشاكل الفلاحين اللي بيعانوا. كان معكم خالد صلاح في برنامج حديث المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع فترة المواهب ولعبة الكاراتيه، وهي رياضة تهدف للدفاع عن النفس، تدعونا لتعلمها سماء رأفت ومنير عبد الجواد ومحمد عبد الجواد وكاد السقا. أصد الوجه والدنيا أمان، أصد الوجه والدنيا أمان.